فاللهم لك الحمد على ما أخذت، ولك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على ما منعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ويوم جديد. اتمنى يا رب يعجبكم وينال رضاكم. النهارده بقى يوم السوق. نزلت بقى السوق كده، جبت يوستفندي وجبت جزر، وهنا ده ليمون، وكمان جبت بصل، وجبت طماطم جميلة قوي قوي. بإذن الله هنفرزها كده مع بعض الفيديو الجاي. وجبت بطاطس، وهنا كده جبت بسلة عشان نعمل بسلة وجزر مع بعض، وكمان جبت سمك. هنا بقى كنت غسلت السمك ونضفته، خلصته كده حلو خالص، سمك طازة وجميل. وبعد كده على طول عملت الغدا، سمك والرز والسلطة. جيت هنا بقى ايه، يلا بقى نشوف احنا ورانا ايه كمان. جيت هنا بقى على البلكونة، بدأت كده أكنسها كويس عشان كان فيها تراب. خلاص بقى اتغدينا وظبطنا الدنيا، فنشوف احنا ورانا ايه. فيلا قومي كده وتشجعي معايا، شوفي انتي وراكي ايه. خلصت كده كنستها، وده كده الشكل النهائي للبلكونة، خليتها زي الفل. خلصت كده، يلا بقى ندخل على الأوضة. زي ما انتم شايفين كانت منهارة حرفيا، كل حاجة مش في مكانها، الدنيا بايظة خالص. فبدأت كده على طول، جبت بقى شلت البطانية كده من على السرير، وهشيل كل حاجة كده. وجبت كمان البطانية التانية وحطها كده على الكنبة جنبي. هبدأ كده بقى أنفض السرير كويس. فتنسيش لو الفيديو عجبك تشتركي في القناة وتعملي لايك وكده ايه. لسه كنت بقى هنا بنفض برضو تحت المخدة كده، شلتها ونفضت اللي تحتها كده كويس. وبدأت كده هنا أظبط كده الدنيا شوية. خلاص كده هنا كنت هخلص كده تنفيض، وبعد كده هبدأ ان انا ايه اشد الملاية كده كويس واظبطها عشان كانت ايه منكوشة. اظبطها كده كويس، وبعد كده ايه هبدأ بقى ارجع كل حاجة مكانها. هظبط كده البطاطين وهطبقهم كويس وهحطهم على السرير. جبت بقى البطانية التانية برضو، هطبقها كده كويس وهحطها على السرير على طول. خلاص كده اخر حاجة البطانية دي هشيلها كده، وبعد كده هاجي على الكنبة هشيل برضو كل اللي عليها. والمخدة دي برضو ايه شلتها كده وهحطها في مكانها، وهنفض برضو المخدات بتاعة الكنبة. نفضهم كده كويس. بعد كده هشيل الفرطة كده بتاعة الكنبة دي، هنفضها كويس جدا وهفرشها تاني. يا رب الفيديو يعجبكم وينال رضاكم واكون خفيفة على قلوبكم كده يا رب. تمام. بعد كده هفرش بقى الفرطة كده تاني وهظبطها كده كويس.
وبعد كده على طول هحط لها المخدات بتاعها كده وهظبطهم. خلاص كده اخر مخدة كده هحطها. خلاص كده خلصت. وبعد كده على طول هشيل السجادة عشان كده هنفضهم. تمام، نفضتهم كده كويس وهحطها كده على جنب. وهجيب التانية انفضها برضو. تمام، عشان بعد كده هنبدأ كده ايه نكنس الأوضة كويس. انا جبت بقى المكنسة بتاعتي وبدأت أكنس الأرض. يبان كده ان مفيهاش ظبط كتير، بس لا هي فيها كتير قوي قوي. كده كنت خلاص زي ما انتم شايفين خلصت كده اهوت. تمام كده خلاص كده خلصت. هجيب بقى انا جاروف مع نفسي وهلمهم. الحمد لله خلصنا كده. واخر حاجة بقى هنفرش السجاد مكانه. يا سلام على الراحة النفسية بقى الإنسان بيحسها بعد ما بيخلص، حاجة جميلة جدا. شفتوا بقى الأوضة كانت عاملة ازاي وشكلها كان عامل ازاي. كانت مليانة فرفتة وأكل، فكده ظبطتها خليتها زي الفل. وكده الشكل النهائي للأوضة. وبكده أكون خلصت فيديو النهاردة، ويا رب يكون عجبكم. متنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة. ومع ألف سلامة حبايب قلبي.